السلام عليكم اصدقائي الاعزاء، ازي حضراتكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير، ومصر ان شاء الله هتكون بخير، وللامام دايما مصر هتكون بخير. وبدات الخيوط تنكشف، وبدات الحقائق تنكشف على حقيقتها اكتر واكتر واكتر، مع ان المخططات دي ممكن نكون عارفينها من الاول، من ساعه ما بداوا التفاوض على سد النهضه. وقلنا يا اخوانا يا جماعه يا اهل الخير، الكلام ده بيتم المماطله فيه والمطوحه فيه، والطريقه الصهيونيه اللي كلنا عارفينها في التفاوضات علشان نتنازل عن ارض سيناء، يكون وطن بديل لاهل غزه، اخواتنا واهلنا وعلى راسنا من فوق. ولكن احنا بنطالب ليهم بدوله مستقله، ما ينفعش يكون ليهم دوله احتياطي. يعني النهارده انت لما تيجي هنا في غزه، خلينا بس ما نسبقش الاحداث. فانا قلت لحضراتكم المماطله شغاله في سد النهضه على اساس ان مصر تتنازل عن ارض سيناء ويكون بدل وطن بديل لاهل غزه، واسرائيل بقى تقيم دولتها العظمى على ارض فلسطين كلها. الموضوع بتاع سد النهضه فسد وبيفسد ومرفوض فيه التفاوض في حكايه ارض سيناء. راحوا داخلين علينا بحكايه خط الانابيب وخط الانابيب عشان يكسروا علينا قناه السويس، لقوا برضو الطريقه مش جايبه نتيجه معاهم. قبليها عملوا موضوع السودان دب في بعضيه علشان مصر تخش وتشتبك وجيشها ينهار، مفيش فايده. قبليهم كان موضوع ليبيا علشان مصر تخش وتحتك بتركيا وتخش تحتك بقطر وتخش وتحتك ببعض الدول اللي طمعانه في ليبيا وفي حاجات ليبيا. دخلت عملت لهم الخط الاحمر. النهارده اصبح الامور واضحه تمام الوضوح. اللي حصل في غزه، ورئيس امريكا لما يجي ويقول عاوزين مصر تعمل ممر امن لدخول الفلسطينيين لارض سيناء، هنا بقى الكلمه اللي انا بقول خليها دلوقتي انا هقولها لكم. طيب احنا جبنا اهل غزه كلهم ودخلناهم سيناء، طب وبعدين في النهايه يعني انت جبت ناس دخلتها في ارض فاضيه، هتسيبهم كده منهم للعراء؟ دي نمره واحد. لا طبعا، هتعمل لهم مساكن على الاقل مؤقته، كرفانات مش مكلفه. الكرفانات هنعمل خيم، اتلمت الناس في خيم عشان عاوزين يبعدوا عن الضرب وعن الخراب اللي بيحصل. طيب مش مطلوب منك تاكلهم وتشربهم، اكلتهم وشربتهم. مش مطلوب ان هم يقضوا حاجتهم زي اي بني ادمين. مش مطلوب يروحوا مدارس ومستشفيات. يعني مطلوب منك كدوله تاكل دوله. لكن رد الرئيس السيسي عليه كان رد قاطع، قال ممكن الممر الامن يتعمل لكن لدخول المساعدات، لكن عشان تفرغوا غزه من اهلها وتقضوا على القضيه الفلسطينيه راسا على عقب، ده الامر ده مش مقبول. وبعدين النهارده بامر الله الخميس جيش مصر والاول مره من 73 هيحتفل بانتصارات اكتوبر من ارض سيناء بقياده السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. المواقف اللي عاوزه فعلا اختبار لكل الناس المرشحين للرئاسه، كل واحد قدم نفسه عشان يترشح. المواقف اللي زي دي تعالوا يا اخوانا تقدروا تعملوا ايه؟ ما انا النهارده اخترت فلان الفلاني وبقى رئيس، وحاجه زي كده واجهتني من تاني يوم، هيبدا يتخذ قرارات وقرارات حاسمه، ولا هيفوض الامر لوزير الدفاع وهو هيبقى كانه ضيف شرف؟ هنا المواقف اللي انا بيها ان انا بختار رئيس جمهوريتي. انا ما بختارش رئيس جمهوريتي عشان فلان بيكره فلان ولا فلان بيحب فلان. انا بختار رئيس جمهوريتي لعوامل كتيره قوي، على راسها حب مصر، والكل بيشترك في حب مصر. احنا ما نقدرش نخون حد، لكن اشوفك انت عملت ايه لمصر من بداياتك لغايه ما تروح تقدم ورقك. ادرس كل ده. تقدر تبقى موجود في مواقف عسكريه وسياسيه ولا ما تقدرش؟ النهارده الرئيس رد على الرئيس بايدن رئيس امريكا اللي جاب حامله الطائرات وجاي يقف قدام شواطئ غزه. غزه الشعب اللي يعتبر 90% منزوع السلاح، ما عندوش سلاح، ناس مفوضه امرها لله وعايشه، وناس تانية مقاومه تبع حماس بيدافعوا عن ارضهم، وبيدافعوا رد فعل مش فعل. طيب بيدافعوا عن ارضهم، 70 سنه احتلال و70 سنه ذل و70 سنه قرف ومماطله وكلام كتير قوي. بيدافعوا عن ارضهم، رد فعل مش فعل. يعني ايه؟ يعني انا ما بداتش بالضرب غير لما اتضربت مره واثنين وعشرة. فانت النهارده جاي بتحاصر الناس دي بحامله طائرات وبتدي اوامر لمصر انها تفتح ممر امن لدخول اهل غزه. طيب دخلناهم وقعدناهم واكلناهم وشربناهم وشخخناهم ودخلناهم مدارس ومستشفيات وكل حاجه. هنسميهم ايه؟
هنقول عليهم مصريين؟ طبعا شرف لينا، دول اهلنا ما نقدرش نتكلم. ولا هنقول عليهم دولة فلسطين المؤقتة؟ ولا هنقول عليهم لاجئين؟ واحنا ما نقولش طبعا لاجئين على اهلنا، والوطن العربي كله اهلنا، واللي عندنا هنا ضيوف. اهلا وسهلا بفلسطين كلها، غزة ورام الله، ولكن ضيوفه على راسنا من فوق، ونستضيفهم في بيوتنا يوم واتنين ويرجع لبيته، يرجع لارضه. الامر الثاني ان انا ممكن ادخله مساعدات كدولة، تدخله مساعدات. متهيألي هم دول الامرين اللي ممكن يبقى مسموح بيهم. لكن علشان يتفرض علينا الامر، الكلام دوت يتقال قبل كده. ما حصلتش ازمات ليه ايام الرئيس مرسي رحمه الله عليه في السنه اللي هو قعدها؟ يمكن هو ده الكلام ده الوحيد انا ما سمعتوش ولا شفته. ولكن يسأل عليه الرئيس محمود عباس ابو مازن، وارجعوا للفيديوهات من على اليوتيوب، هو قال الكلمتين دول، ان الرئيس مرسي عرض عليه ان يديله جزء من ارض سيناء مقابل ان يكون وطن بديل وتتحل المشكله الفلسطينيه. الرئيس محمود عباس ابو مازن هو اللي رفض، وقال له الشعب المصري هيرفض، واحنا عندنا الشعب الفلسطيني هيرفض. الكلام ده هو بيقوله بنفسه الرئيس محمود عباس ابو مازن، هو يسأل عليه قدام ربنا قال الكلام ده. ومقابل ان الرئيس مرسي كان هيديهم، كان هياخد مقابل مادي كبير جدا، انا ما بقولش لنفسه. طيب النهارده بينطلب من الرئيس السيسي ان يسيب سيناء لاهل غزه مقابل ان يتم حذف جميع ديون مصر، تنازل عن جميع ديون مصر. ها يعني العمليه خلاص بقى، سد النهضه ما ينفعش ان احنا نقفل عليهم الميه ولغايه النهارده ما ولدوش كهرباء منه. يعني معمول علشان يجيب اجل مصر والشعب يتقلب على بعضه. ما ينفعش. راحوا داخلين بالمشروع اللي قالوا هنعمل امتداد لمواسير البترول عشان يلغوا قناه السويس. لقوا ان الكلام ده ما ياكلش مع الناس اللي هنا، ولقوا الناس دي ماشيه في مشاريعها، ولقوا الناس دي بتعمل انهار صناعيه عشان تستزرع الصحراء. ده اللي حصل في غزه، وبناء عنه جايبين حاملات الطائرات. طب ما انا بقول للرئيس بايدن، حضرتك يا فندم رئيس اقوى دوله على مستوى العالم، واغنى دوله على مستوى العالم، واكبر دوله على مستوى العالم، بدل ما سعادتك ما تيجي وتجيب معاك حاملات الطائرات علشان تحاصر غزه، او علشان تقول يمكن حزب الله يخش ولا يمكن ايران تخش، واللي ممكن يكون مقصود بيه مصر، بس مصر ما بتخافش، والرد هيكون موجود النهارده على ارض سيناء، طيران وقوات مسلحه موجوده للدفاع عن حدود مصر، وفي نفس الوقت موجودين على حدود السودان، وفي نفس الوقت موجودين على حدود ليبيا، وفي نفس الوقت بيحرسوا الحدود البحريه مع اليونان. وشعب مصر ظهر القوات المسلحه. بدل ما سعادتك ما تيجي وتقول يفتحوا ممر ودخلوا الغزاويه، طب ما سعادتك ما كنتش جبت حامله الطائرات اللي بتخوف بيها الدنيا، وكنت جبت بقى بارجات حمل فيها الناس بتوع غزه كلهم، وقول لهم اهلا وسهلا بيكم، وروح اديهم ولايه واثنين وثلاثه. الاراضي عندك كتير الصحراويه، وتقدر تستعين بالشركات الخاصه اللي تبني لك بيوت بسرعه، واستقبل واديهم وطن بقى، وسويت لك عليها دوله فلسطين. وفي ايدك ان انت تحل المشكله اذا هم كانوا يقبلوها. ليه العيون بص على سينا؟ سينا يا ساده يا محترمين ارض مصريه، ومفيش جنس مخلوق هيسمح لنفسه يتنازل عن الارض المصريه. واحنا كحكومه وكجيش وكشرطه وكشعب فداء لكل شبر في ارض مصر. اتعملت قبل كده واجبروهم ان هم يخشوا يكسروا السياج ويكسروا البوابات والمعابر اللي بيننا وبينهم لما ضغطوا عليهم في سنه من السنين، وساعتها اتقال ان المصريين هم اللي قاطعين علينا ميه ونور، وهم اللي قاطعين علينا الاكل والشرب، ونسيوا ان دي ممرات امنه ليهم يخرجوا يزوروا قرايبهم ويروحوا مستشفيات ويروحوا سفريات ويجيبوا مأكولات ويجيبوا تجارتهم. مصر طول عمرها مصدر خير لاي حد، عمرها ما كانت شر لاي حد، لكن من حق مصر تدافع عن ارضها باي شكل من الاشكال. مفيش معاهده على وجه الارض تمنع دخول سلاح وقوات مسلحه وطيران لارض سيناء دفاعا عن حدود الوطن، حتى لو هتكسر المعاهدات. سياده الرئيس قائد لجيش مصر، قائد لشعب مصر، وانا مواطن من شعب مصر، ليا الفخر ان انا مصري، وبقولها بكل قلب، وافتخر ان انا سيساوي. مفيش اي حد من المرشح نفسه للانتخابات يصلح يكون رئيس جمهوريه. انا مع التعدد وانا مع التغيير الامن، ولكن لما اغير لازم اجيب بنفس الكفاءه واكبر، واشوف دراساته ايه وايه اللي قدمه، زي ما بيحصل بره في امريكا وفي غيرها.
في الحزب الجمهوري وفي الحزب الديمقراطي. الحزب الجمهوري كسب الانتخابات، مع العلم ان الحزب الديمقراطي العالم كله يعرف مين اللي كان مرشح نفسه. ليه؟ لان اللي كان مرشح نفسه بس ما كسبش قدم خدمات للبلد بتاعته، وقدم خدمات للدول المحيطه كلها، بل قدم خدمات للعالم كله. ما قالش لما ابقى رئيس هعمل، لا، ده قدم. علشان كده معروف. ولما يجي يقدم نفسه في الانتخابات تبص تلاقي الانتخابات اتقسمت نصين، ويبقى الفرق بسيط في النجاح بين المرشح الجمهوري والمرشح الديمقراطي، سواء في امريكا او في اوروبا او في ايا كان. بتلاقي الفروقات بسيطه، لان الاتنين معروفين والاتنين قدموا خدمات، بس في كفه واحد بتطب عن التاني. احنا عندنا انتوا قدمتوا ايه لمصر؟ نعرف عنكم ايه؟ زي معظم اعضاء مجلس النواب ما نعرفش عنكم حاجه غير ايام الانتخابات فقط. اليافط اللي بتتعلق وتملى الدنيا. انا نفسي بلدي تكون احسن من كده مليون مره، بس ده الوقت المناسب اللي نقف ورا بلدنا قلبا وقالبا. مصر صاحبة سيادة، ومصر صاحبة قرار، ومصر دولة لها سيادة ولها حدود. الدخول والخروج لمصر لازم يكون بإذن، ويكون بنظام، ويكون تحت شرعية مصرية ودولية. ما ينفعش كده هباء ويلا افتح هنا، افتح الحدود واديهم وطن بديل. لمصلحة مين؟ افتح الحدود وادخل اخواتي الفلسطينيين، لمصلحة مين؟ بفضي القضية الفلسطينية، لمصلحة مين؟ بروق لهم الارض هناك، لمصلحة مين؟ كلنا كافحنا وكلنا دافعنا عن بلدنا، وفينا ناس كتير قوي اهاليهم استشهدوا. وما ننساش مدرسة بحر البقر، اطفال اتذبحت وهم في المدرسة. ما ننساش القصف، وما ننساش الشهداء اللي اندفنوا في الرملة. يعني مش اهل فلسطين بس اللي بيدافعوا، احنا شفنا المرار والامرين، واتهمنا بالخيانه لما قلنا سلام مع اسرائيل. النهارده الرئيس محمود عباس ابو مازن بيطلب السلام مع اسرائيل سنه 2023، والمقاومه بتطلب ان ما يشوفوش حد من الاحتلال في وشهم، والسيد الرئيس السيسي بيطلب عوده لحدود 67 واقامه دوله فلسطين الحره المستقله وعاصمتها القدس. وفداء لك يا قدس، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، وتحيا فلسطين. مصر دولة محدش يفرض عليها حاجة، واي حد يدخل عندنا ضيفه على راسنا، لكن يتفرض امر خلاف ذلك لا. ومصر تطلع وتساعد، لكن يتكسر حدود ولا رد مصر هيكون في منتهى العنف. جيش مصر موجود على قطعة من ارض مصر، سينا، مصر لقدام ان شاء الله، وعمرنا ما هنرجع لورا ابدا. اشوف الشكم بخير. السلام عليكم.